أعزائي موظفي فندق شيراتون القاهرة المحترمون، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. اليوم الخميس الموافق 2/6/2016 نجري حوار لمجلة قلب الحدث الإعلامية مع موظف بفندق شيراتون القاهرة، وهو السيد الأستاذ أشرف محمد إبراهيم يوسف، ويعمل بقسم الأمن الصناعي بفندق شيراتون القاهرة، وقد تبوأ المركز الأول وفاز به على مستوى المسابقة الشخصية المثالية لسنة 2008. بداية دعني أرحب بحضرتك وأهنئك بثقة زملائك ولجنة التحكيم الموقرة بك ومنحك هذا الشرف. أستاذ محمد، ألف مبروك فوزك، وكلمة توجهها لمجلة قلب الحادث الإعلامية المشرفة على المسابقة. أستاذ أشرف، أنا آسف، أستاذ أشرف، ألف مبروك وفوزك وكلمة توجهها لمجلة قلب الحادث الإعلامية المشرفة على المسابقة ودورات التنوير والإعلامي، ماذا تقول لها ورئاسة التحرير؟ وكلمة توجهها لنقابة العاملين بفندق شيراتون القاهرة. أنا أوجه الشكر لمجلة قلب الحدث الأول على المجهود اللي بتقوم بيه وعلى المعرفة اللي بنتلقاها منها، وبنشكرهم وبنقول لهم ألف شكر وربنا يبارك فيكم. كلمة توجهها لنقابة العاملين بفندق شيراتون وبالنسبة القاهرة. للنقابة، ربنا معاكم وإحنا معاكم كلنا إن شاء الله. أستاذ أشرف، كلمة توجهها لجنة التحكيم الموقرة والتي أنجزت مهمتها بكل حيادية وشفافية ونزاهة، والتي كانت مكونة من السيد الأستاذ أحمد محمد ندى قسم الإعادة الطبية، السيد الأستاذ إلهام عبد العزيز قسم الإعادة الطبية، السيد الأستاذ هويدا منير قسم روم سيرفيس، الأستاذ محمد عبد المعطي قسم الحسابات، الأستاذ علي نصر قسم الجراج، السيد الأستاذ محمد عبد المنعم قسم الحسابات، السيد الأستاذ جيهان ربيع قسم النغسلة، الأستاذ الأستاذ حسن هاشم قسم الاستعلامات، الأستاذ منصور محمد قسم كافتيريا العاملين، الأستاذ أشرف نعيم الفنان غني عن التعريف، الأستاذ محمود عبد الله قسم الإشراف الداخلي، الأستاذ أيمن محمد قسم الأبراج، الأستاذ محمود مختار قسم روم سيرفيس، الأستاذ مجدي محمد امبابي قسم الاستعلامات بلمن، الأستاذ خالد حماد إدارة تغذية والمشروبات، الأستاذ عادل أمين قسم المطبخ، الأستاذ بلال شعبان قسم الهندسة، الأستاذ حسن عبد الهادي قسم الكوفي شوب، الأستاذ سيد حمدي قسم الأمن الصناعي، الأستاذ الأستاذة صباح أحمد علي قسم الكازينو، الأستاذ محمد بشير قسم البنمن، الأستاذ ماهر بكير قسم الكازينو، الأستاذ خالد زكير قسم المطبخ، الأستاذ صالح محمد صالح قسم الموارد البشرية، الأستاذ جمال الدين بدر قسم مكاتب الأمية، الأستاذ ناصر محمد قسم الشفاء الداخلي، الأستاذ عادل عنتر قسم الكازينو، الأستاذ محمد أبو الشوك قسم التجهيز والتحضير، الأستاذ خالد رشاد قسم التجهيز والتحضير، الأستاذة مديحة حسين قسم مخزن المشروبات، الأستاذ أشرف قسم مغسلة، الأستاذ ماهر مخير قسم مخزن المشروبات، الأستاذة عزة سيد قسم الشفاء الداخلي. اختصرنا لجنة التحكيم التي تبلغ 160 محكم، فهؤلاء 33 محكم، كلمة توجهها للجنة الحكم التي شرفت باختيارك. أنا بشكرهم جدا، وكلهم ناس محترمين وناس على قدر المسؤولية. أستاذ أشرف، لمن تهدي الجائزة وماذا تمثل وتعني لك رغم بساطتها؟ بهديها لأولادي الأول وكل العاملين في فندق شيراتون القاهرة. وماذا تمثل وتعني لك رغم بساطتها؟ دي وسام على صدري طبعا بعد 25 سنة شغل في الفندق. أستاذ أشرف، ما هي تمنياتك للعام الحالي؟ وكلمنا عن أسرتك وأولادك ودراستهم وعملهم إن كانوا يعملون لنعرف مجتمع الفندق. بداية كلمني عن أمنياتك. أمنياتي إن شاء الله بإذن الله الفندق يفتح ويبقى في أحسن حال الأيام اللي جاية دي. وبالنسبة لأولادي، بنتي في إعدادي جابت 95%. ألف مبروك. الله يبارك فيك. وابني عبد الله في 6 ابتدائي في الابتدائية جاب 85%، والحمد لله بشكر ربنا يخليهم لك. الله يخليك. تكريما وتخليدا لموظفي فندق شيراتون القاهرة السابقين والراحلين، اذكر 2 أو أكثر من موظفي الفندق سواء راحلين أو سابقين لنذكر المجتمع الفندق بهم، وادعوا لهم بالسلامة وطول العمر أو ادعوا لهم بالرحمة. من هم؟ الشيف مجدي شلبي والشيف سيد شاهين، دول كانوا من أعز الناس على قلبي وناس محترمة، الله يرحمهم، وماتوا فارقونا بدري. الله يرحمه. الله يرحمه. أستاذ أشرف، علق بالصواب أو بالخطأ الحكم والأقوال المأثورة الآتية. أكثر الأشياء وجعا منزل بلا أم. صحيح. أستاذ أشرف، المتحدث اللبق هو الشخص الذي يجعلك تنصت إليه أثناء وجوده وتفكر في مقاله عندما يذهب بعيدا عنك. صح. أستاذ أشرف، روعة الإنسان ليست بما يملكه بل بما يمنحه للغير، فالشمس تملك النار لكنها تملأ الكون نورا. صح. وفي نهاية الحوار نتوجه لحضراتكم بخالص التهنئة والتبريكات، وأتمنى كل الخير والتقدم لفندق شيراتون القاهرة العظيم إدارة ونقابة موظفين، وأتمنى الفوز لكل موظف الفندق في الشهور القادمة، وكل التحية لموظفي الفندق الشرفاء الحاليين والسابقين، ورحمة الله على الراحلين، وعاش الحق ويحيى الشرفاء. وحكمة شعرية نقولها في نهاية الحوار: إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك والدنيا سواء، وما نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء، وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء، دع الأيام تغدر كل حين
فما يغني عن الموت الدواء. مع خالص تحياتي كامل هابيل، محمد اسماعيل، رئيس تحرير ومدير تحرير قلب الحدث الإعلامية.